صباح الخير عليكم. النهاردة هنعمل كبدة اسكندراني زي بتاعة العربية بالظبط، بس طبعا نظافة وحاجة كده تحفة. شايفين الصوص خارج منها وجميلة جدا جدا بجد، جوسي قوي. هتعجبكم جدا، اتمنى تجربوها وتقولي رأيكم. يلا بينا نبدأ. معايا هنا نص كيلو من الكبدة، قطعتها مكعبات صغيرة بس تكون تخينة مش رفيعة عشان ما تنشفش منكم. هنقطعها وهي يعني يا دوب بتفك، يعني هطلعها من الفريزر واستنى عليها تقريبا نص ساعة وابدأ اقطعها. لو فكت منك خالص مش هتعرفي تقطعيها، لازم تكون متجمدة شوية. معايا هنا كمية محترمة حلوة كده من الثوم. خدت حبة وهحطهم على الكبدة بتاعتي، اقلبها كده في الكبدة من غير اي حاجة غير الثوم بس، هو الثوم بس اللي بنحطه. هديها تقليبة كده في الثوم، ولو لقيتها محتاجة تاني ممكن ازود شوية. وبعدين اركن بقى الكبده بتاعتي على جنب ونشوف الخلطه بتاعتنا هنعمل فيها ايه. معايا هنا بقيه التوم اهو، حطيت عليه معلقتين صغيرين خل. وبعد الخل هنحط البهار بتاعي، عباره عن معلقه ملح صغيره، نص معلقه كمون، ربع معلقه كزبره، وبس كده. مش هحط اي حاجه تانية غير كده، ملح وكمون وكزبره. اقلبهم بقى كويس، وبعدين عصره ليمونه كبيره كده حلوه. وفي طاسة ساخنة جدا على النار هنزل بالكبدة بتاعتي. لازم الزيت يكون سخن جدا، انا عايزة الكبدة تنزل تاخد الصدمة وتعمل اللون البني اللي احنا شايفينه ده. لو نزلتي على زيت بارد الكبدة هتنزل ميتها وهتنشف منك وهتبقى نتيجتها مش حلوة خالص. هقلب بقى الكبدة كده لحد ما تاخد اللون، كلها تبقى لون واحد. هنا خلاص الكبدة بدأت تاخد معايا اللون اللي انا عايزاه. شايفين اللون اللي هو البني؟ هو ده اللي انا محتاجاه. ننزل بقى بالخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها. هاخد تقريبا معلقتين ونص كبار من الخلطة بتاعتي، وراعي ان انا اخد الصوص اللي هو اللي نازل ده. اقلبها بقى كويس جدا في الخلطة دي. معايا 3 فلفل رومي قطعتهم مكعبات صغيرة، وقرن فلفل حامي. وممكن تستغنوا عن قرن الفلفل الحامي وممكن تزودوه يعني حسب الرغبة. هقلبها بقى كده في الفلفل ده شوية، ووطي عليها يعني كمان اقل من المتوسط شوية، وغطيها واسيبها بقى كده شوية مع نفسها تقريبا 10 دقايق، والنار بتاعتي اقل من المتوسط. رجعنا هنا تاني للكبدة، شايفين بدأت الفلفل اهو يستوي. هنزل ببقية الخلطة بتاعتي وبالظبط 3 دقايق واقفل. 3 دقايق وانا بقلب كده واقفل. شايفين الصوص اللي نازل ده؟ هو ده اللي انا عايزاه. اقفل بقى على طول قبل ما الصوص ده ينشف معايا، لو نشف الكبده هتبقى ناشفه ومش حلوه خالص. احنا عايزينها تبقى جوسي كده ويكون فيها غرقانه صوص. يلا بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا. انا جبت عيش فينو، هحطه كده اسمها على حسو كده في الكبده شويه علشان ياخد من الصوص اللي فيها، متبقاش ناشفه. انا عايزاها تكون جوسي كده وفيها صوص كتير، فبحطه كده فيها علشان ياخد بس من طعم الصوص ده. شايفين الكبده ما شاء الله طريه خالص وفيها صوص كتير قوي، مش ناشفه اطلاقا. طعمها كمان وهم بجد خيال يعني. ان شاء الله هتعجبكم قوي وهتعتمدوها بعد كده، مش هتعملوا غير بالطريقه دي. كبدة بجد ريحتها كانت جايبة اخر الدنيا، ده غير شكلها اللي كان مغري جدا بجد، تتاكل كده من جمالها. ودي كانت طريقتي في عمل سندوتشات الكبدة زي بتاعة العربيات بالظبط، بس طبعا انضف وكميات افضل بكتير. اتمنى تكون عجبتكم وتجربوها، وهستناكم تقولي رأيكم. وقبل ما تمشوا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وشير للفيديو لو عجبكم.